السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاني سؤال من شوية ازاي اوصل سخان كهرباء على سخان كهرباء. كنت قبل كده شرحت الموضوع ده ان كان في عميل عندي، الكلام ده من سنين طويلة. كان عنده السخن كله متجمع كله على السطح، وما عندوش امكانية يعمل منظومة غلاية. فقلت له انا عندي فكرة ممتازة. قال لي، قلت له نعمل لك سخانين 80 لتر، تمام، يغذوا الفيلا كلها على الراجع بتاع داخل السخن على نازل السخن، تمام. كان البارد موجود، كان البارد موجود، تمام، والسخن موجود هنا كده. بارد موجود والسخن موجود هنا كده. طبعا السخن كله موحد مع بعضه، يعني طبعا السخن ده اصلا جوه الحيطه كده جاي متوحد مع بعضه. فاهمني؟ زي اختبرت، طبعا عملت اختبار لقيت السخن موحد على بعضه، تمام. فعملت ايه؟ جبت هنا الدخول بتاعي على الشيك فالف بتاعي، على الشيك فالف بتاعي هنا كده، تمام، على دخول السخان. الدخول ده هنا كده، خلي بالك الماسوره البارده جوه السخان، مفيش سلبنتينه جوه سخان الكهرباء. عشان كان برضه كنا في الجروب بتاعي مجموعه دور السباكه في مصر، الاخ اللي سال فاكر ان هو عمال يقول لي حاجه وانا اقول له على حاجه، فهو مش فاهم دماغه وانا مش فاهم دماغه. فواحد دخل على مسامي وفاكر ان السخان الكهرباء بيقول لك جواه قلت له سلبنتين. قلت له لا، مفيش حاجه اسمها سخان كهرباء جوه سلبنتينه. سخان الكهرباء انا قطعته زمان قبل كده، عايز اشوف جواه ايه. لقيت ماسوره بتاعته طالعه صغيره كده، قيمه حوالي تقريبا ما يكون 15 سم، 15 سم، وملحوم فوق منها طربوش. ركز معايا، ملحوم فوق منها طربوش. طب ليه الجماعه مصممين يعملوا هنا طربوش فوق الماسوره دي؟ عشان طلق الميه لو شديد، ركز معايا، لو طلق الميه شديد مع نظريه الكثافه، مع نظريه الكثافه ان بتطلع ميه سخنه مكثفه هنا كده. وطبعا ده الهيتر، ده الهيتر بتاعك، تمام. شو عندك خلفيه؟ ده الهيتر بتاعك، ده الهيتر بتاعك، والكهرباء هنا كده، ده الهيتر، وهنا الثرموستات، تمام. مش عايز اخش في قصه تانية. هنا البارد بتاعي الماسوره دي، النص بوصه دي فوق منها طربوش، عشان لما تضرب الميه بقوتها هنا كده بتعمل ايه؟ تفرش تحت، تفرش تحت. يبقى الميه الساقعه تحت والسخنه فوق نظريه الكثافه، لان السخن دايما فوق، البخار دايما فوق، الاعلى تلاقي سخن، تحت تلاقي بارد، تمام. ممكن نعملها غنية لو عايزين. فطبعا ايه، نخش هنا كده بالسيفتي فالف بتاعنا، ودخلنا غزينا هنا الساعه 80 لتر دول. اصبح عندي هنا كده النص ده ان يكون مثلا النص ده كده ميه ايه سخنه، وده بارده مع الاستعمال. فبيفضل الهيتر يسخن يسخن والسخن يطلع فوق، تمام، وينزل معايا السخن من فوق على تحت. وانا خارج من هنا، ركز معايا، وانا خارج من هنا كده هوصل على الدخول بتاع السخان التاني. وانا خارج من هنا اخد اوصل فين؟ على الدخول التاني. اصبح الهيتر هنا، الهيتر ده كده بيعمل ايه؟ بيسخن برضو معايا على الثرموستات برضو. يبقى انا دخلت هنا كده على الشيك فالف، خرجت من السخن ده على البارد ده التاني، وخرجنا هنا كده على نفس وحدة السخن ده. اصبح التسخين ده هنا بارد معايا بالاستعمال، بيبدأ هنا بارد ودول سخن. اصبح بيدخل هنا عندي سخن تحت مع السخن اللي هنا. اصبح الهيتر ده باستمرار ستاند باي، ده اللي شغال، وده معايا ستاند باي بيسخن باستمرار، تمام. لكن لو اشعر حس ان السخونيه هنا بقت كامله معايا مع هنا، هيفضل باستمرار فاصل، ده ستاند باي معايا، ويدخل معايا السخن هنا، يفضل كل المجموعه دي كلها سخنه كامله. لان ال 80 لتر يا سعاده الرئيس ركز معايا، مش بيديك 80 لتر تسخين خالص. ليه؟ مع الاستعمال الدائم الدائم، تمام، بيفضل فيه بارد هنا وسخن هنا. لكن لما بيفصل السخان معاك بعد ما تفصل استعمالك وتقفل السخن بتاعك، خلاص انتهى الموضوع، بيسخن الوحدة كلها على درجة حرارة متوازية، تمام، على درجة حرارة ايه؟ متوازية متساوية في العلو والارتفاع والانخفاض. لكن لو فتحت مية هنا في النازل بتاعك ده، ده النازل بتاعك نازل هنا كده، واصلة بتاعتك عادية على مجمع السخن، بينزل على الفيلا، بينزل على الحمامات بقى هنا، بينزل حمامات هنا، بينزل مطبخ هنا، بينزل جراج هنا مثلا، تمام. اصبح الدخول والخروج على الدخول والخروج على المجمع. يبقى انا عملت 2 سخان، ممكن اعملهم 3، ممكن اعمل 4، ممكن اعمل 5، ممكن اعمل 6. بقول لك يعني تعبير مجازي، تعبير مجازي. لو العميل ما عندوش قدرة يجيب غلاية غالية،
هيجيب سخانين 80 ويغذي الفيلا كلها، او 3 80 ويغذي الفيلا كلها بالشكل ده. وممكن اعمل بامب راجع، ممكن اعمل بامب راجع، بس ده موضوع تاني هنشرحه بعدين في خطوة تانية ان شاء الله. بس دي طريقة توصيل السخان على سخان. تمام. ولو حبيت تعمل بامب راجع يبقى عندك بقى طبعا ايه، عندك سعة لتري اكبر من كده شوية. تمام. بس القصة دي تخلي السخان بتاعك هنا يشتغل كتير شوية على ما يعمل دورة كاملة. تمام. بتخلي السيفتي فالف بتاعك ده، السيفتي فالف هنا كده. تمام. ودخول البارد محبسك هنا كده، والسيفتي فالف هنا، والراجع يلف ويرجع معاك تاني. هيلف ويرجع معاك تاني من تحت خالص لوحده فري. والبامب هنا كده لوحدها هتدخلك فين؟ هتدخلك هنا كده. ماشي. وهنا الشيك فالف بتاع السخان الدخول العادي بتاعك هتدخلك السخن هنا تاني، يعمل دورة مع نفسه. بس مع عزل، مع عزل، واكد على عزل الماسورة. مش تشتري ماسورة مدهون اسود تقول لي معزولة. لا يا باشا، الماسورة المعزولة، المعزولة ألمونيا. هتتكلم معايا في كلمة معزولة ماسورة، معزولة ألمونيا. وتتعزل عزل صوف زجاجي، صوف زجاجي. يعني يا صوف زجاجي يا عزل ألمونيوم. تمام. بالتالي بتعمل عندك عزل للماسورة، والأفضل صوف زجاجي عشان يفضل البومب راجع ده ما يهدرش معاك حرارة، ويبرد لك السخانات باستمرار. تمام. يلا نركب ربنا السخان وحالكم. دي بس فيديو سريع كده عن توصيل السخان بسخان، والموضوع يطول شرحه وممكن نتكلم فيه ابعاد كتيره جدا وحوارات كتيره، بس انا بلم لك الدور. صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.